السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسوش اخوتي لايك الفيديو وتعليقكم بخصوص الموضوع. من داخل السجن، رسالة مؤثرة من سعد المجرد إلى جمهوره. إليكم التفاصيل. كشف محامي سعد المجرد جان مارك فيديدا أن المغني المغربي مصدوم ومحبط من الحكم الذي صدر بحقه، وقضى بسجنه 6 سنوات بعد إدانته بضرب واغتصاب فتاة فرنسية لورا بريول. وأشار المحامي إلى أن سعد المجرد جاهز للمحاربة من جديد، في إشارة منه إلى بدء معركة قانونية جديدة أمام محكمة الاستئناف الفرنسية. وأضاف فيديدا: كنا نتوقع من الحكم القضائي أن يعتمد على تحليل علمي ويتم تبرئة المجرد من كل التهم. وعن تأخر قرار الاستئناف حتى الآن، أوضح المحامي: نحن بصدد التفكير ونأخذ وقتنا في ذلك، لأننا نحلل تأثير الحكم ودراسة الأحكام للقدرة على المحاربة من جديد بصياغة مثلى من أجل الحصول على مبتغانا. ليس هناك أي تردد من ناحية الاستئناف على الحكم، ونحن نريد أن نفعل أشياء بإتقان. القانون منحنا 10 أيام، لذا سوف نتمتع بحقنا في التفكير مليا من أجل الوصول إلى القرار السليم. وكشف فيديدا عن سيناريوهات المحتملة بعد قرار الاستئناف قائلا: نحن لسنا بنقطة الصفر، الملف ما زال موجودا، ولن نكون في نقطة الصفر، لكن نحن في نهاية القصة ومعنا الحق، وكل فرضيات موجودة من البراءة إلى الزيادة في الحكم. ونقل المحامي عن المغني رجاء إلى محبيه وقال: سعد المجرد يرجو من كل من يحبه ويدعمه أن يواصل الإيمان به ويصدقه. وهذا الرجاء أيضا من المحامي وعائلة سعد. وسبق أن أعلن فريق الدفاع عن سعد المجرد تمسكه بحقه في الحصول على البراءة، استنادا لتقرير الطب الشرعي الذي نفى نهائيا فرضية حدوث الاغتصاب. وأكد أنه لم تحدث أي علاقة بينه وبين الفتاة الفرنسية. ونوه محامي سعد المجرد إلى أن الحكم الصادر استند فقط على رواية مقدمة الشكوى من دون أن تدعمها أي أدلة مادية. وتوقع أن تصحح المحكمة الاستئناف الموقف وتصدر حكما بإلغاء إدانة سعد المجرد. وكيف مشى خوتي الفيديو اللي كنت نزلت معكم البارح على الاقوال ديال صديقه المشتكيه لورا بريول، وباللي تقدر انها تمشي تحكم في المحكمه وتبرأ سعد المجرد. فالفيديو ديالها انتشر وخلق ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، ورواد موقع التواصل الاجتماعي كل شيء قال باللي هذا دليل كافي على انها تمشي تشهد في المحكمه وتبرأ سعد المجرد. فمحبي الفنان المغربي سعد المجرد بارطاجيو داك الفيديو مع والديه ومع الاصدقاء ديالو باش يقدروا انهم يوصلوا لهاد السيده وتمشي تشهد معاهم في المحكمه وتبرأ سعد المجرد من تهمه الاغتصاب اللي موجهه ليه. فالله يدير ليه تاويل ديال الخير والله يفرج عليه. فهنا خوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.